ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض روتين خفيف كده، اتمنى ان هو يعجبكم. تعالوا يلا نشوف هنبدأ بايه الاول. تعالوا معايا. يعني هي جت الحته اللي في الاخر دي يعني. يلا وكمان حافظه اشتغلها. ما ينفعش تعمل بالمكنسه كده لوحدها، لازم تتنفض ويتكنس في مكانها. بس انا طبعا مش هنفضها هنا يعني، اكيد. شفت انا جبت التبليه فين؟ هحطها جاهزة. بصوا، انا كل ما اجي اشتغل السجاده او حافظه او كلام من ده، لازم ان انا انفض يعني السقف من العنكبوت والتراب والكلام من ده. تمام؟ يعني عندي وسواس في موضوع العنكبوت ده جدا، يعني عامل لي ازمه. العنكبوت اللي بلاقيه عامل لي ازمه، هو والنمل. مش عارفه في ايه، بيت الزواحف. اعملوا لايك. بصل وعنب. في سكينه هنا بقى مستقصداني، مش عارفه هي عايزه ايه مني بالظبط. مفيش مره اغسلها غير لما تعورني بجد. انا دايما بحب اعمل الصلصه بتاعت المكرونه بحبه زيت كده بحيث انها تبقى بتلمع، وطبعا ايه شويه سمنه كده يدوا طعم ايه لذيذ. تمام، نعمل بقى الصلصه وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. عايزه اقول لكم ان الجو نار بجد. احنا مش بنغمق البصله بتاعت الصلصه بتاعت المكرونه. لو عايزين المكرونه غامقه قوي ممكن تغمروا البصله شويه. في ناس بتعملها بتوم، في ناس بتعملها من غير بصل ومن غير توم، بتعملها بصلصه بس. كل واحد بقى وزي ما بيحب. اهي السكينه اللي مستقصداني يعني.
نحط بقى ايه ملح وفلفل وحبه سكر. فكروني اجيب فلفل اسود. الملح وحبه سكر. طبعا السكر بيشيل حموضه، رغم ان انا حاطه على فكره في الطماطم اللي انا عاملاها صلصه دي حاطه سكر، بس ايه نحط حبه زياده برضه مش هيخسر، هيخلوا طعمها حلو. تمام. حابين تحطوا بقى صلصه براحتكم، دي بتاعتكم انتوا بقى. هسيبها بس تفك شويه، هقطع عليها وتتسبك شويه، وبعد كده اقفل عليها وارجع لكم تاني. الطماطم اصلا متسبكه فما اخدتش وقت معايا. خلاص انا ما بحطش المكرونه في الصلصه وقت الاكل. تمام. هنا بقى ايه كنت محمره عيش في الاير فراير، تحفه تحفه بجد، بياخدش وقت كمان. هنشتغل بس كده، احط كتير عشان انا عايزه احمر ايه، احمر الفراخ. انا بحب اكل العيش ده على فكره، بحط عليه زيت زيتون وزعتر، يبقى طعمه حلو جدا ويتحمر بالشكل ده زي المكرونات والحاجه اللي بتيجي من الفرن. انا بس هحط الفراخ على قد اللي هياكل برضو. تمام كده، يدوبك رشه زيت صغيره مش كتير بس. قلت لكم اسهل حاجه المكرونه. انا قلت لكم انا كنت بره ما لحقتش اعمل اكل. خلاص كده خلاص الصلصه يعتبر خلصت والفراخ بتتحمر وخلصت الروتين بتاعي. وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير واشوفكم فيديوهات كتير على اكل خير. مع السلامه. تاكلوا معايا. سلام.